10 تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء مستهلة إياها بالعناوين. إنجاز أعمال مشجعة فيما يتعلق بخلق فرص عمل. توسع التعليم في فرو. دعوة لتوخي الحذر من شراء المواد المنتهية الصلاحية. الجيش الصومالي يحرر مدينة استراتيجية من حركة الشباب. بدء مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا. الصين تسجل أدنى نسبة نمو اقتصادي منذ 40 عاما. مرحبا بكم. أعلن مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة تنفيذ أعمال مرضية لخلق فرص العمل عام 2022. وأوضح مسؤول فرع العمل في المكتب السيد سهاي حقوس أن الفرع يعمل في مراقبة أوضاع العمل وعلاقات العمل، وقد وجد فرص العمل في الداخل والخارج بنسبة 72% من 197 شخص مسجل للحصول على العمل. وأشار إلى تدريب 40 امرأة محتاجة في تصفيف الشعر والطهي العام الماضي في إطار جهود تحسين معيشة المواطنين. وذكر القيام بحل خلافات العمل بالصلح والتفاهم، تقديم استحقاقات العمل بمبلغ 3,400,000 نقفة ل200 عامل. ودعا المراقب لعدم توظيف العمال دون اتفاق قانوني وعدم تشغيل الأطفال بموجب المرسوم رقم 118/2001. أوضح مدير مدرسة مايلاكاسو في مديرية فرو الأستاذ صالح محمد علي بأن افتتاح المدرسة الجديدة خففت من المصاعب التعليمية، وقال عدم تجمع القرى كان من المصاعب الأساسية لإرساء الخدمات الاجتماعية وخاصة التعليم، مشيرا إلى أن المدرسة التي استقبلت هذه السنة 175 طالب، بينهم 55 طالبة تقدم الخدمات التعليمية ل6 قرى تجمعت على طريق فرو الدقيح. وأعرب الطلاب عن الارتياح لحصولهم على التعليم بعد أن كانوا محرومين منه لعدم تجمع القرى. من جانبهم أوضح أولياء الأمور بأن طريق إغلا فرو دفع لتجمع القرى وحصول أبنائهم على خدمات التعليم. وأكد مدير ضاحية روبروبيا السيد صالح أبو بكر أن الطريق الذي يشق ضاحيتهم والمدرسة سيساهمان في تطور المنطقة. تبعد مايلاكاسو الواقع في ضاحية روبروبيا مسافة حوالي 37 كيلومتر إلى القرب من فرو. دعا المهنيون الصحيون في مديرية ابن حيلي المجتمع للنظر إلى تاريخ الصلاحية عند شراء المواد الاستهلاكية والأدوية الحيوانية. جاء ذلك خلال إحراق مواد استهلاكية وأدوية حيوانية منتهية الصلاحية ضبطت في متاجر قضابعور في مديرية ابن حيلي، حيث شملت المواد المحروقة البسكويت والحلويات وزيوت الطعام وأدوية حيوانية. ودعا مسؤول الصحة العامة الممرض جبرو أبراهام المواطنين توخي الحذر من المواد المنتهية الصلاحية والحد من استخدام الأغذية المعلبة. من جانبه حث مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية ابن حيلي السيد ملآكي تولدي التجار لعدم بيع المواد المنتهية الصلاحية والأدوية الحيوانية غير المعروف مصدرها لأضرارها الكبيرة.
أفاد مدير ضاحية بدة في مديرية قلعلو السيد إدريس غونسيل تسيير أعمال صيانة مشروع المياه المتوقف عن العمل نتيجة الأعطال، وقال إن مشروع المياه تعطل بسبب سيول الخريف الماضي وواجه السكان نقص المياه، وذكر مشاركة 400 شخص يوميا في أعمال الصيانة وبناء حاجز حجري بطول 125 متر لحماية البئر وحفر بئر آخر ووجود برنامج لتركيب معدات الطاقة الشمسية. وأوضح السكان مشاركتهم القوية لإنجاز أعمال الصيانة في أقصر وقت. قام سكان ضاحيتي أسندة وشاكا وغريت بنفير نظافة في أصمات الصحي، وقام السكان في النفير الذي شارك فيه أكثر من 260 شخص بإزالة الحشائش التي كانت سبب تكاثر البعوضة والنفايات. وأوضح مسؤول المركز الصحي الممرض بين عقبة سلاسي أن النفير المنظم بتعاون مكتب الصحة والإدارة والشركاء الآخرين سيستمر حسب الحاجة. وأشاد مدير ضاحية أسند السيد عمر محمد علي بمشاركة المرأة القوية في النفير. فاصل ونتابع الأنباء الخارجية. حرر الجيش الصومالي ومسلحون من العشائر مدينة حرر طيري الواقعة بإقليم جلجدود في قبضة مسلحي حركة الشباب بعد 15 عاما كانت الحركة تسيطر عليها. وقال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور جامع إن الجيش الصومالي تمكن من دخول مدينة حرر طيري وطرد مسلحي الحركة منها. وأظهرت صور متداولة انتشار أفراد الجيش الصومالي عند مداخل المدينة التي بدت خالية من السكان. وتعد مدينة حرر طيري الاستراتيجية أكبر مدينة ساحلية كانت في يد حركة الشباب، وكانت مركزا عسكريا تستخدمه الحركة في تهريب الأجانب والسلاح إلى الداخل الصومالي. وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع الصومالية تحرير بلدة جلعد وسط البلاد. وقال وزير الدفاع في تصريح لإذاعة حكومية إن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على مدينة جلعد بإقليم جلددود. أطلقت روسيا وبيلاروسيا تدريبات عسكرية مشتركة جديدة في رسالة تحذير إلى الغرب جاءت بعد ازدياد المؤشرات إلى احتمال انخراط مينسك في الحرب الأوكرانية مع حلول الربيع المقبل. وأعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا أن البلدين الحليفين سيجريان مناورات جوية باستخدام جميع المطارات العسكرية في بيلاروسيا. وأكدت مينسك مجددا أن المناورات الجوية دفاعية وأنها لن تدخل الحرب. وكان مسؤول روسي بارز قد أكد قبل يومين أن مينسك قد تنخرط في الحرب الدائرة في حال ظهور تهديد بتعرضها لغزو أجنبي أو بروز تهديد مماثل ضد الأراضي الروسية. وتزامن التحرك الروسي البيلاروسي مع تسارع وتيرة الاستعدادات لتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة من الغرب. حقق الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 3% عام 2022 وفق ما أفادت إحصائيات رسمية نشرت، مسجلا أدنى معدلاتها في 40 عاما بسبب تفشي وباء كوفيد والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد. وكانت بكين قد حددت نسبة 5.5% هدفا لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8%.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الرابع مقارنة ب 3.9% في الربع الثالث. وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.3% عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات. وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحا معاكسة مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرت بالنشاط الاقتصادي. أصدرت سلطات الحماية المدنية في السلفادور قرارا بالإنذار الأحمر وتنشيط خطة الطوارئ، وذلك بعد تسجيل 219 زلزال ضربوا بلدتين في غرب البلاد على الحدود مع غواتيمالا والحقوا أضرارا بأكثر من 100 منزل، كما تسببوا في عدد من الانهيارات الأرضية. وشارت صحيفة سانتا ماريا السلفادورية إلى أن الحماية المدنية في البلاد قامت بتنشيط خطة طوارئ بعد تسجيل زلزال بقوة 5.1 درجة على عمق 9 كيلومترات في بلدية سان لورينزو بمقاطعة أوهاتشابان. وعقب هذا الزلزال أكثر من 200 هزة ارتدادية أثرت على بلدتي أوهاتشابان وسان لورينزو، مما تسبب في أضرار لأكثر من 100 منزل، وكذلك الانهيارات الأرضية على الطريق السريع الذي يؤدي إلى معبر اللاس شيناماس الحدودي مع غواتيمالا. ختام النشرة إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. إنجاز أعمال مشجعة فيما يتعلق بخلق فرص عمل. توسع التعليم في فورو. دعوة لتوخي الحذر من شراء المواد المنتهية الصلاحية. الجيش الصومالي يحرر مدينة استراتيجية من حركة الشباب. بدء مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا. الصين تسجل أدنى نسبة نمو اقتصادي منذ 40 عاما. ختام النشرة كنت معكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.